يتكلم هو في العاب القوى. راح نشاهدوه يتكلم على التحضيرات تاعو. هو بورعده، يعني صور كارثيه. عداء كيما هذا اللي راح نستناو منه الكثير في اولمبياد ريو دي جانيرو. لو تعلقنا على هذه الصور بعد ما نستمعوا لحديث بورعده اللي كان فيه ميكروفون زميله خوله منصوري، وهي مشكوره على كل المجهودات اللي تقدمها في الرياضات المختلفه هذه. كما يقول لك هنا أسوأ تحضير تاعي العام هذا هو العام تاعي أسوأ تحضير اللي زعما يقول لك الجزائر معولة عليا باش نكون مع الثلاثة الأوائل في البوديوم. بيان سور راني روطار في التحضيرات وراني مقلق بزاف، دونك مقلق بزاف. الألعاب الأولمبية كما يقول لك يبقاو 2 موا. الناس راهي تحضر فيها 4 سنين باش تكون في الألعاب الأولمبية تكون جاهزة. علاش هما راهم يقولوا وفرنا لك، وهنا احنا رانا نقولوا العكس. ما حد الان مازال ما فهمناش اكزاكت راه هو المشكل. كل واحد واش يقول، واحد ينقص دراهم تاع ليستاج تاع الماكله تاع هذيك. سيد مصطفى براب شاهدت معنا هذا العداء، نقدر نقولوا الان راح يصبح ان شاء الله عالمي، المركز الخامس البطوله العالميه السنه الفارطه. الان تشوف كيفاش راه يحضر. لو تحدثنا على بورعده. والله أنا نقدر نقول لك باللي هذا غير حدث، لأن بورعده في الأسبوع اللي فاتت كان عنده مبلغ عظيم من طرف موبيليس، ولو هو يحب يحضر روحه في هذه الظروف يعني شيء مؤسف. شيء مؤسف. هذا لا سال دو ميسكيلاسيون، نظن باللي لا سال دو ميسكيلاسيون تاع لوكو تاع لوفيس دو كومبلكس اولمبيك. لازم على كل حال سي بورعده يفكر بأن كان له مبلغ من طرف اللجنة الأولمبية، مبلغ عظيم من طرف موبيليس. كان راح احنا نتحدث على السبونسور داوى في فرنسا من مبلغ من طرف اللجنة الأولمبية. كان في تربص نتاع شهر في باريس بمبلغ من طرف اللجنة الأولمبية. هو لو يحب يروح يحضر روحه في لاصال دو ميسكيلاسيون، يطلع للاصال تاع شويدانيه راهي الترا مودرن، فيها كل الوسائل، ووفرنا كاع الشروط في شويدانيه مع وزاره الشبيبه والرياضه، ومن بتنسيق تام مع سيد وزير الشبيبه والرياضه اللي وصل والله ايكيبي بور تقريبا 2 ملاير. هو بون شويه شيء عادي، يحب في لوكو في التيران تاع لوكو. هو يحب يحضر يعني في ظروف كارثيه هكذا يعني. لا هو يقعد في لابيست داتليتيزم تاع لوكو. نعم. يعني لانه قريب يعني لا سال دو ميسكيلاسيون يفو مع لا ديريكسيون جينيرال لوكو. لكن اللي يحب ظروف احسن يطلع لشويدانيه يدير لا ميسكيلاسيون في شويدانيه، ولا يطلع يشوف نسال ويخلص بالمبلغ اللي عطاتلو موبيليس، بالمبلغ اللي عطاتلو، بالمبلغ اللي عطيتها له الوزاره، وبالمبلغ اللي عطيتها له اللجنه الاولمبيه يحضر روحه. انا مؤسف يعني الصوره اللي يحب يمدوها بالجزائر. الجزائر عظيمه، وانت كي تحضر روحك ماشي شهرين قبل من الالعاب الاولمبيه اللي تتكلم على التحضير. تتكلم على التحضير كما قال 4 سنوات وهو يحضر في روحه. العداء يحضر روحه 4 سنوات، ماشي اليوم شهرين قبل لي جو اولمبيك. سا سي ان فو فويون. جيسبر انا ان شاء الله نتمنى ماهيش اغراض اخرى ولا فهمتي. لا رياضي يعني. انا ان شاء الله نتمنى في قاعه، والقاعه هذه احنا خدينا. شوف ما كان ندخلوا ما كانش ندخلوا في لي ديتاي، لان نقدر نقول لك بلي عطيناه وفرنا له كاع الشروط.
انا نقدر ناكد لك باللي وفرنا لوش كاع الشروط. يعني ونطلب منه شويه تكون شويه صرامه وتكون شويه ان بو دو ريزيرف، لانه يبين صوره ماهيش ما تشرفش الجزائر هكذا. لكن احنا علاش نخلوا قاعه مثل هذه في يعني الرياضيين يحضروا فيها؟ القاعه قاعه لوفيس دو كومبلكس اولمبيك، ولوفيس دو كومبلكس اولمبيك سي اون انتربريز، مؤسسه حره مستقله ماهيش تابعه للجنه الاولمبيه. انا راني قلت لك بان احنا موفرين شروط وموجودين باش نعطوه كاع حتى مضمار الامكانيات. ملعب هو كان ساكن في الجروب لايك بعد ما تحكم كوم اتليت دوبي، سكن في الجروب لايك في غرمول، في الكرابس غرمول تقريبا عامين وهو في غرمول ويدرب ويحضر في روحه، وعطيناه كاع الامكانيات باش يكون اعاده النظر في التحضير تاعو، ويكون اعاده النظر في العقلان تاعو وفي الطموح تاعو. والحمد لله اليوم ان شاء الله يكون عنده طموح باش يتحصل على ميداليه، لان التاريخ يتكلم، كل شيء اللي يتمد له وكل شيء اللي يتمد لاي عداء جزائري راه مسجل. سيد مصطفى بيراف، يقولوا بأنه عندك مشكل دائما مع الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، وخاصة مع المدرب ماهور باشا. ما عندي حتى مشكل مع ماهور باشا، وماهور باشا مدرب لأنه دائما ينتقد اللجنة الأولمبية ويقول بأنها بعيدة كل بعد على اللجنة الأولمبية هيئة جزائرية عندها طبع أولمبي وتابعة للجنة الأولمبية الدولية، وتسير طبقا للميثاق الأولمبي والقوانين تاعها. هذا محطوط في القانون الجزائري. وأي إنسان عنده عرض حال ولا عنده طعن يديروا فيما يخص الملفات تاعو، يديروا بصفة رسمية كتابيا ماشي بفيسبوك. والسب والشتم هذا كل واحد يتحاسب عليه. احنا رانا جزائريين بعضنا بعض، وينص ما بيناتنا القانون، وينص والشفافيه تكون، والظروف الحاليه ما تسمحش باش احنا ندخلوا في نزاعات ولا ندخلوا في مشاكل اغراض شخصيه. اللي عنده شيء يهمه ولا اللي دار ارض يتحاسب امام العداله الجزائريه. احنا رانا في دوله القانون، لازم الناس كاع تعرف بلي رانا في دوله القانون. واللي يسب، اللي يشتم، اللي يتكلم بصفه غير قانونيه، واللي يقدم ملفات فيهم يعني اشياء غير قانونيه، كاين النيابه، كاين النيابه وكاين القاضي في الجزائر اللي هو يحكم في هذا، يفصل في هالشيء. الفيسبوك والكلام الفارغ ما انا راني شوف باش تفهم مليح، راني على كل حال رئيس اللجنه الاولمبيه منتخب من طرف كل الرياضه الجزائريه وكل الرياضيين والرياضيات الجزائريين، ونعمل كل ما في وسعي باش نوفر كاع الشروط للرياضيين الجزائريين، نعمل في اطار القانون. واحد ما يقدر يلزم عليا باش نعمل بدون القانون. الوقت الحالي يطلب منا كلنا من الهدوء. هو مدرب، واش دخلوا مع رئيس اللجنه الاولمبيه؟ عنده مدير فني، عنده رئيس الاتحاديه، لانه بالك شفنا قائس يعني عنده اللجنه هي رفضت له الملفات تاعو لان فيهم اشياء غير قانونيه وغير اشياء ملموسه فيها يعني القول والقال. اسكو هذا السيد هذا دار لي طعن، دار لي رساله رسميه قال لي هم حقروني بعثوا لي، اسكو يبين باللي بعث لي رساله قال لي راني حقروني اعطيني حقي؟ خلينا نعودوا هذا يدل بان السيد مصطفى بيراف، السيد هذا باش نتكلم عليه عنده حسابات بعد الالعاب الاولمبيه، يدير الحسابات معنا ان شاء الله. خلينا نتحدثوا عن الاعانات. لحد الان تصور بانه ولا اتحاد تلقات الاعانه اللي كنتوا راح تقدموها للاتحاديات؟ الاعانه الفريق لحد اليوم الفريق الوطني تاع الملاكمه
راه في كان في طاشقنت، ودوك حاليا راه في كوبا. لكن الغلاف المالي شهرين قدمتوه لهم شهرين. غلاف شكون بوش من الغلاف المالي اللي راهم في كوبا شهر، والفريق تاع الجودو راهم في طاشقنت. كاع لي غران بري اللي طلبوهم حضروا فيهم. كاع لي ستاج لي التربصات وكاع لي ديبلاسمون اللي طلبوهم راهم ماخذين بعيد، ماخذين من طرف اللجنه الاولمبيه. اصحاب رياضه اصحاب رياضه العاب القوه كلهم في التربصات حتى لليوم من اهل المصارف تاع اللجنه الاولمبيه. اليوم صبحنا تتكلم، احنا ما نحبوش ندخلوا في التفاصيل لان كما قلت لك كان بعض من التربصات اللي ما كان كنتوا وعدتوا بهم، لكن لا ما تعدنا، ما تحصلوش عليهم بعض من ما الاتحاديات. تعاهدنا حتى شيء. وكل الاتحاديات كل الرياضيين الجزائريين اللي متاهلين ولا اللي في باب التحضير باش يتاهلوا كانوا بري شارج توتالمون من طرف اللجنه الاولمبيه بالتنسيق مع وزاره الشبيبه والرياضه. وراني قلت انا عده مرات، قلت للمصاريف اللي نقوموا بها من دراهم اللجنه الاولمبيه ولا من دراهم الوزاره، نفس الشيء. هذو دراهم من الجزائر، ما همش دراهم سي براف ولا سي فلان ولا سي فلان، دراهم من الجزائر. هذا شيء طبيعي. نعم، شيء طبيعي. وكل انسان اللي جاب ملف قانوني وصافي ضحكوا، واللي يجيب ملف مشوش ولا فيه اشياء اللي راح تسمح له بقي نقطه راح فقط تسمح له باش يدير دراهم في جيبه، ما يكون حتى سمح. نتوقف فقط عند فريق الاولمبي لكره القدم، منتخب الجزائر الاولمبي لكره القدم. ما قدرناش نقنعوا اي نادي اوروبي بان يسمح للاعبين محترفين لمشاركه رفقه المنتخب الوطني في العاب ريو. لماذا هذا الاخفاق؟ درك انا اكيد بان الاخ راه يعمل كل ما في وسعه باش ان شاء الله الرياضيين الجزائريين احسن يكون فيه. لكن اللي ماهيش وقت باش واحد يتسرع ويدير دي ديكلون قال انا جبت فلان ولا انا جبت فلان. الوقت راه في التحضير وفي التربصات نتاع الفريق الوطني الجزائري. نظن بلي هو يخدم خدمه اون باراليل كما يقولوا مع لي بريزيدون كلوب. مع انت عارف بان تكلمنا مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه وتكلم مع رئيس الاتحاديه الدوليه باش يكون كل سهولات للاعبين، باش لكن فيه بعض من المصالح تاع الانديه. نقول بان الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك، شكرا على رحبه صدرك وتلبيتك الدعوه. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول ايضا الى الضيف سيد مصطفى فراف رئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه. شكرا جزيلا لكما مشاهدينا.